تخيل جبل هادي شكله عادي جدا وفجأة تلاقيه بيطلع دخان اسود ونار من قلبه. ده مش وحش من الاساطير، ده كان بركان خامل وبيصحى من تاني. البركان في الحقيقة هو فتحة في قشرة الارض، وتحتها بيتجمع ضغط هائل من الصخور المنصهرة اللي اسمها الحمم، ومعاها غازات شديدة السخونة، والضغط ده بيزيد مع الوقت لحد ما الارض نفسها ما تقدرش تتحمله وتنفجر. والنتيجة حمم حمراء بتهرب من جوف الارض زي الانهار المشتعلة، بتجري بسرعة وبتدمر أي حاجة في طريقها. والتاريخ مليان قصص عن دمار البراكين، زي مدينة بومبي في إيطاليا واللي اندفنت تحت الرماد في لحظات وبقت زي كبسولة زمنية محتفظة بأجساد الناس ومنازلهم لحد النهاردة. لكن الغريب إن البراكين مش كلها نقمة، أحيانا بتكون هدية من الطبيعة، لأن الحمم بعد ما بتبرد بتعمل تربة خصبة جدا لدرجة إنها بتخلي الأرض حوالين البركان من أنسب الأماكن للزراعة. والأجمل إنها بتبني أراضي جديدة. جزر هاواي اللي بنشوفها النهاردة كلها اتكونت بسبب البراكين. يعني البركان رغم إنه قنبلة طبيعية موقوتة، إلا إنه في نفس الوقت مهندس حياة جديدة بيهدد البشر، لكن كمان بيمنح الكوكب فرصة للتجدد. ولو عايز تكتشف معانا بقية أسرار الطبيعة واللي بتجمع بين الدمار والإبداع، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان كل حكاية جاية هتبهرك أكتر.